مريض بحساسية صدر مزمنة كان بيعاني من ضيق تنفس شديد، ولكن تم إنقاذه في الوقت المناسب. مريض حساسية الصدر هو مريض لشيء مزمن، تعداد جسمه للعوامل الخارجية اللي ما بينتهيش للأسف، ولكن بنقدر نسيطر عليه. مريض حساسية الصدر في بعض الظروف أو في بعض الأيام، زي في تغيير الفصول أو في فصل الشتاء ما بعد الالتهابات الفيروسية أو انتشار حبوب اللقاح، لما يستنشق حاجة غبار، أتربة أو أي عامل خارجي، خناقة مع العوامل الخارجية، ممكن يتعب بشكل مفاجئ، بشكل غير متوقع هو نفسه ما يكونش شافه قبل كده. الأهل لما بيلاحظوا إنه نفسه زاد بشكل غريب أو ضربات قلبه سرعتها زادت زيادة عن شكل ملحوظ، لما يحسوا إن هو في حالة عصبية وهياج لأنه متعصب إنه مش عارف يدخل الهواء جوه صدره من كتر ضيق الشعب الهوائية، أو لما يلاقوه بشكل أشد، لونه اتغير، ازرق، بيض، الأكسجين ابتدى ما يبقاش واصل بشكل طبيعي. لما تواصلوا مع مستشفى كير هاب المنزلي اللي وصلوا لهم في خلال 25 دقيقة وقيموا الحالة بشكل سريع وعرفوا مدى حدتها وقاموا بالتدخل اللازم في التوقيت اللازم قبل تدهور الحالة علشان يمنعوا إنها توصل لمرحلة أسوأ من تدني نسبة الأكسجين أو إن احنا نحتاج عناية مركزة بشكل أشد في التعامل مع العيان. أنا بس عايزة أوجه رسالة لعيان الأزمة الربوية أو الربو الشعبي اللي جاله ربو أو عنده استعداد ولو حتى مرة واحدة في حياته. ما تسيبش نفسك من غير تشخيص، ما تسيبش نفسك من غير علاج ومتابعة مع الطبيب المتخصص اللي ممكن تلاقيه في أماكن كتير جدا ومنهم مستشفى كير هاب المنزلي، اللي هيقدر يقيم الحالة ويديك الحد الأدنى من العلاج اللي يخليك في حالة استقرار أو شبه استقرار عشان ما تتعرضش للموقف ده كتير. وألف سلامة للجميع.